انا عايزه سقفه كبيره كده لكل امهاتنا على كل شغل البيت وكل الحاجات اللي كانوا بيعملوها واحنا ما كناش حاسين بقيمه الكلام ده. انا عايزه اقول لكم ان احنا كستات اقسم بالله اقوياء 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 كمان مره ان احنا نعمل شغل البيت، نذاكر نربي نغير، نعمل كل حاجه، احنا مفيش زينا. تعالوا بقى كده النهارده مع بعض روتيننا لذيذ لطيف خفيف. هنعمل كده مع بعض صينيه مكرونه بشاميل وهنعمل حاجات حلوه، وكمان هنعمل غسله عميقه للمطبخ، وعندي كذا ضلفه كده في المطبخ عايزه تترتب هرتبها. روتين النهارده طويل شويه وفي كام حاجه كده هوريها لكم. اول حاجه كده بداتها اعمل بشاميل. بصوا انا بحب، يعني انا من الناس اللي بعمل اكل بسرعه، بعمل بسرعه مش عشان انا شاطره جدا، لا عشان انا بعرف انظم الحاجه اللي انا بعملها. ازاي؟ يعني مثلا انا هعمل مكرونه بشاميل، مش هستنى ان انا اقطع الفلفل والبصل والكلام ده كله وبعد كده احط الميه، لا اول حاجه ببدا بيها بعمل ايه، احط الميه بتاعه المكرونه على ما تتسلق، على ما الميه بس تسخن، المكرونه لسه ما اتسلقتش، اكون انا قطعت البصله، عصقت اللحمه، بدات ان انا اقطع الفلفل بتاعها، وده كله اصلا زي ما انتم شايفين لسه الميه ما غلتش، وانا حطاها ميه كمان سخنه من الحنفيه، مش حطاها اللي هي ميه ساقعه تماما. كانت اللحمه خلاص قربت تستوي، فانا قلتها على العين التانية ووطيت عليها، يا دوبك كانت المكرونه عملت، سلقتها وانا واقفه بسرعه بعمل البشاميل. بصوا انا ما عنديش معيار ثابت للبشاميل، بس دايما بحط مثلا 5 معالق دقيق 6 معالق دقيق كده على حسب، لان انا بحبها تقيله، على حسب حجم الصينيه اللي انا هعملها، وممكن كمان ازود، لاني كمان انا بحط الخلطه بتاعه البشاميل اللي هي بتاعه يا اما ويلز يا اما ماجي، اللي هي بالكريمه، وفي بالبشاميل العاديه، وفي بالبشاميل اللي بالجبنه، فيها كذا خلطه كده كذا طعم، طعمهم لذيذ قوي. فمش بزود دي قوي عشان ما يبقاش الموضوع يعني عجين. وبعد كده بحط لبن وشوربه، بحط الاتنين مع بعض وبس كده. بصوا كانت البشاميل اللي خلصت على ما المكرونه اتسلقت، وكانت كده كده اللحمه خلاص خلصت، وعلى طول كده بصوا المكرونه اصلا لسه سخنه حتى زي ما هي. الهوا يا دوبك كله ورا بعضه هتخليكوا يعني كأنكم عملتوا صينية المكرونة في أقل من ساعة، وهي أصلا بتتعمل فعلا في أقل من ساعة. رتبوا بس خطواتكم، صدقوني هتلاقوا الأكل اتنظم معاكم وخلصتوا بدري جدا. زي ما انتم شايفين كده بقلب المكرونة الأول، بحط عليها شوية بشاميل وبعدين بقلبها، وبعدين في الطاسة أول حاجة ببدأ بيها كده شوية بشاميل صغيرين ما بكترش، وبعد كده أنزل المكرونة. بصوا أنا أوقات بنزل المكرونة وأقوم مقلبها مع اللحمة، يعني أقلب المكرونة كلها في قلب اللحمة، وأوقات بعملها اللي هي البشاميل العاديه، طبقه مكرونه طبقه لحمه طبقه مكرونه بس. اما بصراحه بقلب المكرونه مع اللحمه او الفراخ على حسب ما اكون عامله، بحس ان هي بتبقى خفيفه شويه، فدايما بحبها ان هي تبقى خفيفه، اما اكون عايزه حاجه خفيفه ما تبقاش تقيله قوي، لاني اما بتبقى الثلاث رقات دول بحسها بتبقى دسمه قوي عن اما مخلط المكونات كلها ببعضها. وبعد كده اقوم بقى مليها بشاميل من فوق، لو عندي بقى جبنه موتزاريلا اقوم حطها على الوش كده عشان يبقى طعمها خطير. انا بجيب بتاعه الحمد اللي هي الميكس الصغيره او اللي هي العاديه، ولو لقيت في حد هنا بيبيع عندي سايبه بتبقى طعمها جميل قوي بجيب منه. لو انا ما عنديش الكيس وعايزه حاجه سريعه كده بقوم جايبه الطبق فيه ب15 وفيه ب20 وفيه ب10 على ما اعتقد، بس 10 اتلغى من قريب، ما بقاش فيه غير ب15 و20 وانتي طالعه بقى بس. وحطيتها كده ورشة بقى موتزاريلا بسيطة كده تحمر لنا الوش، وبكون مشغلة الفرن وادخلها بتاع مثلا ربع ساعة او تلت ساعة من تحت، وبعد كده اقوم رافعاها فوق تاخد بقى الوش بتاعها واللون الخطير ده بتاع المكرونه البشاميل. انا بحب احط الجبنه من فوق عشان خاطر ايه، تدي لون كده حلو، وممكن برضو نحطها في قلب البشاميل بيبقى طعمها حلو قوي، بس احنا كده كده حاطين اللي هي ويلز اللي هي بالكريمه دي، فبتبقى طعمها حلو قوي. وفي برضو بالجبنه منها بتبقى جميله، وبتاعه ماجي حلوه، بس انا بصراحه بستخدم بتاعه ويلز اكتر، يعني اللي بلاقيها قدامي كتير قوي، وبصراحه انا بحبها اكتر، لاني بحس طعمها في الجبنة بيبقى ظاهر اكتر، وفي الكريمة ظاهر اكتر عن ماجي. بس بصوا بقى طالعة ازاي، طالعة قمر 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 قمر، تسلم ايدي.
عملت لي بقى ايه، اللي هي سبيروس باتس اللي هي بالليمون دي بالصودا والليمون، دي حلوه قوي قوي قوي. انا اصلا بحب سبيروس باتس. فعملت الغدا، انا كنت عامله الغدا بدري جدا، وشربت حاجه بقى في الحر اللي مش قادره اقول لكم ده عامل ازاي، عشان خاطر احنا عندنا ترتيبه عميقه للمطبخ. بصوا هرتب الضلفه بتاعه البلاستيكات دي زي ما انتوا شايفين كده، المنظر لا يقاوم. هرتبها كلها كده، نزلت كل حاجه فيها وبعد كده رصيتها. انا كنت عامله معاكم، يعني كنت عامله لكم فيديوهات كتير قوي لترتيب المطبخ ورص المطبخ ومش عارف ايه، هنزلها لكم برضو كلها. بس خلينا ناخد ايه مع بعض كده روتين ظريف. وبصوا انا دايما ما بوصلش لمرحله الكركبه دي في الحاجه بتاعتي، بس اما بيبقى مثلا بعمل حاجه بسرعه، فكركبه مع كركبه، يعني مثلا ايه، اقوم حاطه الطبق بسرعه، احط دي هنا بسرعه لما ابقى اشيلها مش عارف ايه، فبتقوم موصله لي الضلفه للمرحله دي، الاقيها وصلت للمرحله دي بتضايق بصراحه لاني هتتكركب اكتر، فبقوم منظمه الدنيا تاني. احنا هنعمل النهارده ترويقه عميقه جدا جدا للمطبخ. انا الارفف اللي مش مترتبه هي بس اللي هرتبها، اكتر الحاجات اللي ايدي فيها هي اللي كانت محتاجه ترتيب. يعني الضلفه دي، ضلفه المجات برضو هرتبها، والضرفه بتاعت الخزين اللي هي الحاجات المكرونه والكلام ده كله هفضيها برضو، وهغسل المنظمات بتاعتها. يعني هنعمل كده مع بعض كام حاجه. بصوا بقى رصتهم، بس كان شكلها قمر. يعني طبعا الشكل بين دلوقتي واول الفيديو يعني حاجه لا تصدق. فالحمد لله على نعمه الصحه، والحمد لله على كل النعم اللي احنا فيها اللي بتخلينا نقدر نعمل حاجتنا ونبقى مبسوطين ومرتاحين، ونقدر نغير كل شويه ونرتب ونجهز والكلام ده كله. برضو رحت عند ضلفة المجات كده، عملت زي ما انتم شايفين، شلت كل حاجة فيها وبعد كده مسحتها، وبعد كده رجعت تاني المفرش. انا بعمل دايما التنظيفة عميقة زيادة عن اللزوم، ان انا اغسل بقى المطبخ من فوق ومن تحت والكلام ده كله في دخلة الشتاء، في دخلة العيد، قبل رمضان كده. وطبعا بما اننا السنة دي هتبقى دخلة الشتاء، يعني هتبقى في يعني على شهر 11 كده ان شاء الله، هتبقى خلاص كلها شهرين ورمضان هيجي، فعلى ما اعتقد مش هعمل التنظيفة العميقة اللي انا بعملها رمضان، فهتبقى بتاعة العيد، بتاعة الشتاء بس، مع غسيل السجاد والحاجات دي كلها. هبقى برضو ايه، هنشارك مع بعض اليوميات بتاعتنا. رصيت مجاتي اغلى من حياتي، انا بعشق مجاتي، انا بعشق المجات عامه، دول غاليين على قلبي جدا فبحبهم قوي. بعد كده رحت لضلفة التوابل بقى، فضيت كل حاجة فيها، حتى اللي كانوا في العلب واللي انا لسه ما فضيتهمش. شلت كل حاجة فيها كده. المفرش كان وقع عليه زيت زيتون، وقع عليه حاجة تانية، وقع عليه كذا حاجة، فعمل اللون اللي انتوا شايفينه ده. وبنضفها كتير بصراحة، مش عايزة تنضف. بصوا بقى المفرش ده، بصوا شايفين رغم كمية الحاجات اللي وقع عليه دي، بس بصوا اما شلت المفرش مفيش اي حاجة تحتيه. ليه؟ لان المفرش ده اللي هو التركي، اللي هو اسمها كده، اسمها رول تركي بتاعة المطبخ. انا كنت جايباها كانت مسدودة كلها كده من تحت، مش مخرمة، يعني هي الرسمة باينة مخرمة، هي مخرمة فعلا، بس في طبقة مشمع كاملة تحتيها منها فيها. ما هي برضو لو احنا عملنا طبقة مخرمة وطبقة تانية هتبقى الحاجات هتتجمع في النص، لا هي كلها مسدودة، بس هي تبلكوا ان هي مخرمة، فاهمين قصدي؟ فالرول ده برضو حلو. انا جبت رول كامل في اول جوازي، وانا بجهز وكده جبت رول كامل تركي، بس الكلام ده طبعا من فتره، انا متجوزه بقى لي 5 سنين، فالكلام ده من 5 سنين كان الرول كان ب 210. بصراحه عمل لي الدولاب كله، ادراج الدولاب، ادراج التسريحه، الارفف بتاعه الدولاب كلها، عمل لي المطبخ كله بادراج المطبخ بكل حاجه، وكفه يعني كفه بالزياده الحمد لله. بس يمكن هو اللي احتاجته كان الادراج بتاعه المكتبه هي اللي ما عملتهاش. فالرول ده جميل قوي 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 بجد، حلو يعني نضف لي الدنيا، ان انا ما اقعدش يبقى واقع حاجات وتقعد تخش بقى جوه واقعد انضف واغسل والكلام ده كله. هو اسمه رول تركي، هاتوه احسن من اللي هو المصري اللي هو بيبقى مخرم ده والتخريم ده يسرب تحت. بصوا غسلت الحاجه سبتها تنشف، بعد كده حطيت الحاجه تاني، رصيتها تاني زي ما هي وحطيتها. بصوا انا من عشاق الكركديه، انا بحب الكركديه جدا 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 جدا، وده حاجه يمكن ممكن تكون اساسيه عندي. انا بحب اشربه كتير قوي قوي، بس بصراحه في الصيف ما بشربوش كتير زياده عن اللزوم، عكس الشتاء بشربه كتير، لان الصيف الجو بيبقى حر وانا لوحدي بهبط، والكركديه الساقع اصلا بيهبط.
كمان دخلت على الارفف بتاعه التوابل. بص الارفف دي بجد غنتني عن زحمه التوابل كلها. انا في الاول كنت جايبه في اول جوازي كنت جايبه اللي هو الستاند اللي فيه العلب بتاعه التوابل دي، كان دورين بس ما كانش حلو. كان شكله شيك جدا، كان نص ستانلس ونص ازاز. اللي مش عاجبني فيه ايه، ان انا ما ينفعش احط فيه معلقه اللي هو اقعد ارش بيه كده بس. فطبعا ما كنتش بعرف اعاير الحاجه او اخد الحاجه اللي انا عايزاها واقعد ادلق، اوقات ممكن انزل زياده عن اللزوم، الحاجه تحدق تبوظ مني الكلام ده. فبصراحه غيرته وجبت اللي هو القطن بتاعت ايكيا دي، وجبت الرفين دول كنت جايباهم من بيج على فيسبوك اسمها ارفف مودرن. عايزه اقول لكم كان سعرهم كويس جدا وكان سعرهم رخيص قوي، بس برضو انا جايباهم من فتره، ممكن دلوقتي يكون سعرهم اختلف. بصوا زي ما انتم شايفين كده، عملتهم علقتهم بمسمار ونقوم ضاغطين الارفف فيها تخش جوه المسامير تخش جوه المسامير، وبعد كده بتثبت بقى. بصراحه نفعوني قوي من الزحمه والكركبه دي. بعدين كده في النص قلت انا كده رتبت الحاجه اللي جوه يعني، بس هو باقي الجزء اللي بره بس. فكان البنات عايزين جيلي، فقلت اعمل لهم جيلي بالموز احطه في التلاجة على ما اخلص ترويق يكون سقع ومسك نفسه فياكلوه، عشان خاطر اصبرهم كده عشان يبعدوا عني، عشان يسيبوني للمعركه بتاعه المطبخ اللي مش عارفه بتخلص امتى دي. عايزه اقول لكم اني هقلب المطبخ كله كده على بعضه. بعد كده رصيت الموز. بصوا بقى انا قعدت ارص في الموز ده بتاع ربع ساعه، يعني بجد قعدت وقت طويل قوي ارص في الموز. واول ما حطيت الجيلي كله دخل في بعضه، يعني شويه صغيرين بس هما اللي اتبقوا. بصوا هتاخدوا بالكم دلوقتي وانا بفضي، يعني انا ال3 بولات بصوا قعدوا وقت. بصوا الموز رفع، مش عارفه بقى هل انا غلطانه ان انا صبيته غلط ولا ايه اللي حصل، مش عارفه. بس بصوا الموز رفع وانا زعلت قوي لان انا قعدت ارص فيه كتير. وبعدين قلت بقى خلاص مش مشكله يعني. دخلته بقى، اديته 10 دقايق في الليزر، وبعد كده قمت مدخلاه التلاجة. وبعد كده بقى شلت كل حاجه على الرخامه. بصوا يا جماعه انا من الناس اللي ما بحبش الزحمه، فهي حاطه الحاجات المهمه بس على الرخامه. العياشه دي من اهم الحاجات اللي انتم ممكن تجيبوها في جهازكم بجد، اقسم بالله. لما لي كركبه، العيش، الفينو، الحاجات اللي احنا بنرميها في كيس كده على الرخامه، هي لماهم كلهم في العياشه. وبصوا مش قادره اقول لكم، فمش عامله لي كركبه على الرخامه وكيس والكلام ده كله. بعد كده عملت الكاتل زي ما انتوا شفتوا، حطيت شويه خل، لو عندي ليمون ممكن احط واسيبه بقى اقفله يغلي، وبعد كده اقوم غسلاه. بعد كده بقى شلت البوتاجاز. اكبر غلطه عملتها بقى في المطبخ اللي هو البوتاجاز بقى. البوتاجاز مش جاي على المقاس بالظبط، في وسع من الجنبين بيخلي كميه الدهون اللي انتوا شايفينها دي تبقى بالمنظر ده، وتخلي الحيطه تبقى صعبه. فانا رشتين سترس كده زي ما انتوا شايفين، وبصراحه ما بياخدش معايا وقت، بدعكه كويس جدا، ما بياخدش معايا وقت. بس طبعا ارهاق عليا ان انا كل شويه اعمل كده، بيبقى الموضوع متعب جدا، يعني ان انا كل شويه اشيله واقعد اعمل بين الجوانب، خصوصا ان الجوانب دي ما بتاخدش وقت والاقيها اتبهدلت تاني بسبب ان البوتاجاز الجنبين فيهم فراغات، فمش جاي مظبوط بالظبط، فبيجمع بقى الاتربه والاوساخه دي كلها. لاني صعب ان انا انضف المكان ده كل يوم، صعب جدا حتى ان انا امسحه بس كده او امشي عليه بايدي، صعب ان انا احرك البوتاجاز بالطريقه دي كل يوم. فدي اكبر غلطه عملتها. وانتوا بتعملوا المطبخ بتاعكم خدوا بالكم برضو من النقطه دي، حطوا كل حاجه، يعني كل حاجه بالملي، كل حاجه بالملي. دي الحاجه الوحيده اللي مضايقاني في المطبخ كله، غير كده الحمد لله المطبخ تمام، يعني مفيش اي حاجه انا مش راضيه عنها. بس بصوا السترس في ثواني بيخلي الحاجه يعني تتغسل. دي طبعا اصابه محارب، يعني وانا بعمل البوتاجاز دي بجد والله يا جماعه، مجرد اتخبطت خبطه بسيطه بس في ظهر البوتاجاز، ما اعرفش ان هو حامي بالطريقه دي، فتح ايدي فتحه وحشه. عايزه اقول لكم ان هي معلمه ومنظرها يعني منظرها مرعب، اللي هو انا حسيت ان انا المفروض اصلا كنت اخدها اللي هي تتخيط، لاني كانت غويطه جدا جدا جدا، وبجد وجعتني قوي قوي، وخصوصا وانا بروق كمان لاني انا لسه ما خلصتش، فكان الموضوع صعب، فلزقت عليها اللزق الطبي وكملت. انا بحب بقى جو الرشراشه ده والانتعاش ده في الصيف، بجد بحب اللحظه دي قوي كده،
ان انا اغسل الرخامه وافضل ادلق ميه، لو طول ان انا افضل ادلق ميه على الحيطان هعملها، بس طبعا الكهرباء هتقوم معانا بالواجب. فعملت كده الرخامه ودلقت الميه وظبطت الدنيا كلها الحمد لله. برضو الجزء بتاع الرخامه ده فوق بسبب ان البوتاجاز مش جاي بالظبط، فالرخامه اعلى سنه من البوتاجاز، فبيجمع برضو الحته بتاعت الرخامه دي الدهون بتاعت البوتاجاز وبتاعت الاكل، بتبقى برضو صعبة ومرهقة جدا جدا جدا. فيعني ناخد بالنا من الحاجات دي، انا بقول لكم على اخطائي عشان ما تقعوش فيها. بعد كده خلاص الحمد لله وصلنا لمرحلة غسيل الارضيات، احلى مرحلة في حياتي. بصوا انا دايما بعمل الشقة كلها مرة واحدة مع بعضها، بس المطبخ اما بيكون ترويقة عميقة زي دي ما اقدرش بصراحة ان انا اعمل معاه الشقة لوحدها، لاني انا مختصره لكم كتير جدا 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 من الوقت، مورياكم لقطات بس كده بسيطة، لكن المطبخ خد معايا وقت كبير جدا كمان، خصوصا ان انا كمان ما غسلتهوش ذات نفسه. يعني انا في الطبيعي بغسل الدولف من بره ومن جوه كمان، واقوم عاملاها من فوق ومن تحت، بس طبعا ما كانش في وقت ان انا اعمل كل ده، وغير كده وكده كانت نضيفه مش متبهدله. بصوا بقى القمر ده، بص السكر ده مبسوطه بيها قوي، حطيتها كده زي ما انتم شايفين شكلها حلو قوي، كان نفسي فيها قوي اول ما طلعت. وبعد كده حطيت ازايز الزيت والخل، دول كنت جايباهم ب25 جنيه الواحده، سعرها حلو جدا، كنت جايباهم من محل مومنتو. بصوا عملت طقم كده ملا طقم، يعني عملت طقم بسعر كويس قوي، لاني انا بشوف دلوقتي القطقم اسعارها غاليه قوي. والتانية دي كنت جايباها برضو من مومنتو، اللي هو الحامل ده اللي هو الكيتشن ده كان من مومنتو برضو. والصواني دي برضو كنت جايباها من مومنتو، هما 2، واحده صغيره اللي هي المقاس الصغير دي، وواحده اكبر حطيت عليها البرفانات والحاجات بتاعتي، وحطيتهم كده، حطيت فيها الشاي والسكر. وطبعا ما اقدرش استغنى عن المج بتاعي بتاع المعالق، بحس اني لو هو مش محطوط بيبقى في حاجه ناقصه في الرف، لا اللي هو لا انت لازم ناقصه على رخامه المطبخ، اللي هو انت لازم اصلا تبقى موجود. بس كده وفنشت المطبخ الحمد لله. وعايزه اقول لكم احلى لحظه في حياتي وانا برص الديكورات كده، ببقى مبسوطة قوي ان هو اخيرا خلصت. والحمد لله بقى في مكافأة جميلة جدا على التعب ده كله، مكافأة الجيلي اللي احنا عملناه، اللي هو احنا خلاص بعد ما هنخلص المطبخ ناخد شاور لطيف كده ونقوم قاعدين ناكل الجيلي الساقع تحت المروحة. يعني احلى حاجه في الدنيا. طبعا بخرت، سبت البخور كده يخش المطبخ، كنا خلاص عملنا الغدا وعملنا الحلو وعملنا كل حاجه، اللي هو خلاص انا مش هعمل اي حاجه تاني، فالريحه هتفضل في المطبخ حلوه كده، ولا هعمل اي حاجه بقى يعني تستدعي ان انا اغسل المواعين او كده. بس وكده كان يومنا النهارده، يا رب يكون اليوم عجبكم والروتين عجبكم. قولوا لي رايكم في الكومنتات، وقولوا لي كده لو عايزين حاجه نغيرها في التصوير، حاجه نغيرها كده، اعمل معاكم روتينات جديده، خلينا نشارك بعضينا كده ونقول يعني افكار حلوه كده لبعضنا. بصوا بقى الجيلي لما عمل بقى تحفه، قلبته كده. عايزه اقول لكم ان انا جيت في مره قلبته حطيته في علبه سخنه، الجيلي كله وقع في العلبه السخنه، كان موقف لا احسد عليه، كان شكله قمر كده زي ما انتم شايفين. وكلناه والف هنا وشفا، ويومكم سعيد ان شاء الله، يا رب تكونوا بخير دايما. باي باي.